استعداد تقولين لأهلك؟ ايه طبعا، يعني لانه هم يعني اقرب شيء الي يعني، وهذا الشيء لازم يعرفون به يعني. يعني حيتفهموك قصدك؟ اكيد حيتفهمون ويمكن ينصحوني يعني، ينصحوني شو اسوي. طيب شنو رأيك بالأهل أو خوف البنات من ما يقولون لأهلهم؟ هذا الشيء مو يعني ذنب البنية، يعني ما ينطون مجال للبنية توضح لهم او تصير قريبة منهم، وهذا نتائجه غلط يعني اكيد. طبعا الأهل المثقفين راح يساعدون بنتهم ويتصرفون التصرف الصحيح. هو طبعا التصرف الصحيح انه البنية تروح تقول لأهلها، يعني غلط انه واحد يضم على أهله. هم نفس الحكي يعني، فالشي لازم يصير. يعني لازم الواحد تقول لأمها لأبوها حتى واحد يعرف يتصرف. يعني إذا ما تقدر أو إحراج أو أي شيء يعني تقدر تقول الوالدة وهم يتصرفون، بس إذا ما صارت مشكلة كبيرة. طيب ليش بعض البنات ما يتجرؤون، عندهم الجرأة يقولون لأهلهم؟ يعني يخافون يجوز السبب من عندهم أو يعني. هو بالسابق كنت يعني افضل انه ما اقول خوفا من الفضيحه، او انه يعني اسمي يطلع او ما شابه. دائما كنا نحاول نتغاضى او نسكت عن هيك تصرفات، بس بعدين قمنا بعد ما تفهمت الشارع وبعد ما يعني عندي اخوان وهاي، من تفهمت انه الناس جات تفكر، شفت انه يشوفون انه البنيه اللي تسكت معناتها هي تريد، هي اللي عاجبها او راضيه. فانه لما البنيه من تقول لاهلها كانه راح تبرز شخصيتها، راح تحس انه وراها ظهر، انه ما حد راح يندق بيها يعني من هالجانب. يعني عندك يعني حتقولين لأهلك وما راح تخافين أبدا؟ لا ابد. بعدين هم يعني انا ما لحد هسه ما احد من دق بيا. اتصور انه اللي يتحرشون بها مو اي وحده، يعني اكيد يعرفون بمن يتحرشون. مثلا مرة طرحت وجهة نظري قلت لهم انه انا ما افضل، حتى لو انتم تقولوا لي قولي انا ما اقول، قالوا لا انه يعني هم يقولوا لي قولي احكي، يعني ما بها اي مشكله. يعني هم يعرفون شلون ما يخلوها تصير فضيحه، ويعرفون انه شلون يرد يعني اوكي يحلون المشكلة ويا بنتهم. المشكله بشكل حضاري وبدون اي تشويه السمعتي.